السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفيني، أنا شيماء ودي قناتي، أتمنى تشتركي فيها. وقبل ما نبدأ، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو النهاردة هنعرض مع بعض المشتريات الشهرية، وأول بند هنبتدي بيه وهي المنظفات. بالنسبة لي أنا بحب أستخدم أوكسي جدا، رغوته عالية بصراحة، والعبوة دي بتقعد معايا شهرين، ويمكن شهرين وشوية كمان، مع إني بستخدم صابون سائل كتير. ومريحني كمان بصراحة ومش بيبهدل ايدي. والعبوة دي كلها كان سعرها 85 جنيه، فأنا بفضل أوكسي عن منتجات تانية كتير. تاني حاجة معايا في المشتريات الهاند ووش بتاع فريدة. طبعا شركة فريدة معروفة ولا يعلى عليها. انا قلت الشهر دوت مش هجيب صابون، بصراحة بيبوش معايا بسرعة يعني، وبشتري في الشهر كذا صابونة، يعني تقريبا ممكن 4 صابونات، كل اسبوع صابونة. فانا قلت لا، الشهر دوت هشتري الهاند ووش بتاع فريدة. ودي مش اول مرة انا استخدمه، استخدمته قبل كده كذا مرة بس بروايح تانية. بس الريحة دي بصراحة أول مرة أجربها، كانت حلوة جدا، وتحسي إن هي ريحة عطور شرقية، وبتثبت في الإيد. وأهم ميزة في منتجات فريدة بصراحة بالنسبة للهاند ووش، إن هي بتحافظ برضو على الإيد وما بتعملهاش جفاف. في منتجات تانية جربتها كنت بعد ما استخدمها لا، بحس ايدي لازم ترطيب بعدها ولازم احط اي كريم. انما مع فريدة بصراحة ما حسيتش كده. والعبوة ديت بتقعد معايا فترة طويلة، واول ما بتخلص العبوة الاولى معاها غيار تاني، طبعا ببدل البامب وبستخدمها عادي ومفيش اي مشكلة. والعبوتين دول كان سعرهم 75 جنيه. معايا برضو من معطر فريدة بريحة الارابيسك، ريحته هادية جدا وجميلة ومختلفة. جربت انواع كتير واكيد كلكم جربتوها، الخوخ والمشمش وحاجات تانية كتير. بس انا قلت لا، الشهر دوت هجيب ارابيسك، وبتقعد معايا بصراحة ممكن شهرين. ما بحاولش اهدر في استخدامه، يعني برش على المفروشات، على الستاير، على السجاد، فالريحة بتفضل ثابتة لأطول فترة ممكنة. ومن الحاجات المهمة كمان معانا في بند المنظفات طبعا الكلوريل الالوان، دوت انا بنضف بيه اي حاجة بصراحة. يعني ممكن استخدمه على الرخامة، بستخدمه لتنظيف الحمام، بستخدمه مع الملابس برضو. ممكن لو ما عنديش اي حاجة سيء بيها الارض، فانا بحط غطا صغير منه على المية اللي انا بسيق بيها الارض، وبيديني نظافة بصراحة وريحة حلوة. ومعايا برضو من المنتجات الكويسة اللي ما استغناش عنها الكلوريل الابيض، ده بيبقى تطهير برضو وتعقيم للحوض والمطبخ وادوات المطبخ. وبما اننا دخلنا في الصيف والحر بتاع الصيف، فالحشرات بتنتشر الفترة ديت، فانا حبيت اجيب حاجة يعني علشان تكون وقاية وحماية. سألت الراجل قال لي لعنة الفراعنة ده كويس جدا، بس اهم حاجة يكون مكتوب عليه جمعة نصار، هو دوت الاصل، لان في منه التقليد. وقال لي هو كويس ومفيش منه يعني ما بيعملش اي ريحة وما بيسببش اي تهيج للصدر. بصراحة انا جربته مع النملة قبل كده وكان ممتاز، وسعره 25 جنيه. ومن الحاجات برضو اللي كانت ناقصاني الشهر دوت الباور بتاع ماي واي، اللي هو مذيب للدهون. بصراحة انا ما بستغناش عنه، وبيوفر عليا وقفة ومجهود في التنظيفات. يعني لو في اي دهون على اي حاجة انا برشه عليها، وبستنى 5 دقايق كده، وبأي فوطة ناشفة او اي قماشة، وببدأ امسح الحاجة بترجع تاني جديدة زي ما كانت. ولو ما عندي طاسة ألمونيوم مثلا مكان تحمير البطاطس او كده، فانا بصراحة قبل ما بغسلها بديها رشتين كده من الباور دوت، وببدأ اغسلها عادي. بتنزل لي اي دهون، بيكون الغسيل اسهل وافضل. ومعايا برضو من ضمن مشتريات الشهر دوت شامبو سباركل. العبوة دي كان سعرها 50 جنيه. طبعا هي مش بتقضينا طول الشهر يعني، بس انا عندي من الشهر اللي فات شامبو كلير، جوزي وابني بيستخدموه عشان خاطر بشرتهم دهنية. فلسه عندي من الشهر اللي فات. فده كده ان شاء الله يعني لاخر الشهر هيقضوني. وكان في كمان انا بستخدم بالنسبه للمسحوق، انا غسلتي فوق اوتوماتيك، بستخدم باهي، بس بصراحه انا ما كنتش لسه لحقت صورته. وطبعا لو انتي مش بتستخدمي منتجات الشركات مفيش اي مشكلة، انا في اوقات برضو بنزل للصبانة وبشتري نفس المنتجات وبتديني نفس النتيجة. فهي الامور بتمشي يعني، ساعات كده وساعات كده، بس انا حبيت الشهر ده ان انا اغير. نيجي بعد كده للخزين الاساسي اللي مفيش اي بيت بيستغنى عنه. انا اللي بشتري في الشهر 5 كيلو رز.
فانا بصراحة رحت لقيت الرز السايب فيه ب28 وب29 وب30. بس لما رحت بيت الجملة بصيت لقيت الرز العبوة ال5 كيلو دي كان سعرها 175 ونزل عليها عرض ب150، فيعتبر الكيلو ب30 جنيه. بصراحة حبيتها عريضة وكويسة ونضيفة، فانا ومجرباها كمان بصراحة قبل كده، بس كانت في عبوات الكيلو كانت بتبقى ب33 جنيه. فانا قلت ده عليها كده عرض كويس ومفيش مشكلة، انا ممكن اشتريها. تاني حاجة معايا في المنتجات سمنة رابي بالقشطة. ما اشتريتش يعني عبوة كبيرة، دي 700 جرام. لاني انا عندي بصراحة من الشهر اللي فات نص قالب زبدة، وعندي برضو من العيد الكبير يعني برطمان صغير كده سمنة فلاحي كنت جايباها على العيد الكبير، اتبقى منها برطمان صغير. فانا قلت كده دي بالنسبة للمواد الدهنية بتاعت السمنة، فدول يقضوني ان شاء الله لاخر الشهر. الزبدة عادة انا بشتريها شهر وشهر، يعني شهر وشهر لا. اما السمنة انا ما بشتريش عبوة كبيرة، بجيب اللي هي 700 جرام دي وبتقضيني وبتمشيني مع الزبدة. بعد كده الزيت، احنا في البطاقة فردين، فبناخده 2 زيت و2 سكر. دي ازازة واحدة والتانية لسه انا باخدها من عند ماما. وكان عندي نص ازازة الزيت دي من الشهر اللي فات. فبصراحة ما حبيتش اشتري اي زيوت تانية دلوقتي، قلت لما استخدم دول واخلصهم ولو احتجت تاني ان شاء الله ابقى انزل اجيب. يعني عشان انا حسيت ان انا في المنظفات صرفت شوية، فعايزة اوفر حبة في الزيت، فانا هحاول امشي نفسي بازازتين الزيت بتوع التموين ونص ازازة شطارة ديت، ولو احتجت يعني على ال10 ايام الاخرى في الشهر ان شاء الله اروح اجيب كمان ازازة، وهتفضل معايا نصها برضو لاول الشهر الجاي. اما بالنسبه للمكرونات فانا ما عنديش مشكله ان انا اشتريها سايبه، مش شرط تكون شركات يعني، طالما هي نظيفه وما فيهاش سوسه. واهم حاجه في المكرونه لما تيجي تشتريها ان هي تكون لونها اصفر ذهبي، ما يكونش لونها مبيض، لان المكرونه البيضه دي مع السلق هتنزل كل النشا اللي فيها وهتتخن وهتعجن معاكي. فلما تيجي تشتري مكرونه سايبه تكوني جايباها من عطار انت واثقه فيه وحد عليه السحب عالي، وبصي شايفين لونها عامل ازاي. فهي كده هتبقى مكرونه في السوا بتاعها هيبقى مظبوط. بالنسبه لي جبت كيلو قلم وكيلو اسباجيتي. طبعا مش هعمل الكيلو كله على مره واحده. بالنسبه للاسباجيتي انا بعمل كيلو الا ربع او ممكن نص كيلو، واخلي النص التاني الولاد ساعات بيحبوا يعملوا بالليل كده اندومي في البيت فياكلوه بدل الاندومي الجاهز، وبيبقى حلو برضو. وجبت كمان معايا نص كيلو شعرية. الشعرية بتنفعني بصراحة مع الرز يعني. لو هعمل كوبايتين رز باخد قصادهم كده نص كوباية شعرية، وبتكتر لي برضو كمية الرز. الحبة اللي في العلبة دول كانوا باقيين معايا من الشهر اللي فات، عشان كده انا بصراحة ما حبيتش ان انا اكتر، وما بحبش ازود في المكرونات في الصيف لان الجو حر عشان ما تبص مني. وخسارة طبعا، هي كل حاجة غالية دلوقتي، فاحنا نحاول نحافظ على نعمة ربنا. قبل ما انزل برضو عملت جرد للتربو، فحسيت ان انا عندي لا لسان العصفور كمية كويسة، فما اشتريتش بصراحة الشهر دوت. قلت انا هكتفي بالكمية اللي عندي دي وان شاء الله هتكفي. فانا الشهر دوت ما اشتريتش لسان عصفور. ومعانا برضو 2 كيلو دقيق، انا كنت مشترياهم يعني بحب اخلي على طول في دقيق في البيت. متعودة على نوع اوريجين دوت، مش اول مرة استخدمه. بجيبه من بيت الجملة من ايام ما كان عليه عرض، بينزل عليه عرض ساعات ب16 جنيه وب17 جنيه، بس هو حاليا سعره تقريبا 20 جنيه ونص او 21 جنيه. بصراحة كويس. بيشتغل معايا في الكيك وبيشتغل معايا في البيتزا. اي حاجة بعملها بصراحة بيطلع لي عجينة مظبوطة يعني. هو مكتوب عليه استخلاص 72%، ف 72% بيشتغل على كل حاجة معاكي سواء حلويات او مخبوزات، ومكتوب عليه من ورا سعر المستهلك 25 جنيه، فهو كده يعتبر عليه عرض كويس. فانا اشتريته بصراحة، بقول طالما سعره زي السايب يبقى انا اجيب الشركات. واستخدمت معاكم امبارح نص كيس الدقيق دوت في البيتزا. وقبل ما انزل لقيت عندي نص دقيق من الشهر اللي فات، فحطيته في كيس كده، يبقى انا كده لسه معايا 2 كيلو زي ما هما. اما بالنسبة للكيس الصغير ده فانا مخلياهم لغسيل الطيور او غسيل الاسماك او اي حاجة بحب ان انا اغسلها بدقيق. معايا برضو الشهر دوت 2 كيلو سكر. ما بستخدمش بصراحة اكتر من كده في الشهر، دول انا جايباهم من التموين. احنا استخدامنا في البيت في السكر قليل بصراحة، سواء كان مشروبات او كده.
فعشان كده انا بكتفي بالاتنين كيلو سكر دول بس، ما بشتريش اكتر من كده. نجيب بقى حاجة حلوة كده للولاد، يعني احنا في صيف وفي اجازة، وبيحبوا طبعا طول ما هم قاعدين اي حاجة يتسلوا فيها. فاشتريت نص كيلو ذرة فشار، النص كيلو ده كان عامل 20 جنيه. وكنت واقفة برضو لقيت ترمس عند الراجل، كان فيه حلو وكان فيه مر، قلت له لا عايزة نص كيلو ترمس حلو، كان سعره برضو 20 جنيه. بصراحة انا بفضل الحلو عن المر، المر بيبقى غلبة شوية في عمايله، وتصفي مية وتفضيها كل شوية وكده. فانا بفضل الحلو، بسيبه شوية في المية قبل الاستخدام كام يوم كده، فوالله مع الملح بيبقى طعمه، وقعده في التلاجة بيبقى طعمه مظبوط. وكان عندي شوية ذرة فشار برضو من الشهر اللي فات، هبقى فاضي دول عليهم. اما دول برضو ده فول مدشوش كنت جايباه من الشهر اللي فات، برضو ما استخدمتهوش. ما حبيتش ان انا اشتري بصراحة بقوليات الشهر ده، ما بتبقاش الطف حاجة في الصيف، بتبقى تقيلة والولاد ما بترضاش تاكلها وبتبقى دمها مش حلو بصراحة، مش زي الشتاء. ودول تقريبا بتاع 8 كيلو عدس كده كانوا متبقيين، بقيت ربع كيلو كنت جايباه من الشهر اللي فات. كنت عاملة عليهم كشري مصري، فاتبقى 8 كيلو، فانا هعمل عليهم كمان مرة اكلة كشري. وده كان ربع كيلو نشا. النشا مهم في البيت، تعملي تومية، تعملي مهلبية، تعملي رز بلبن، تعملي عاشورة، تعملي اي حاجة محتاجة نشا هتلاقيه موجود معاكي. وجبت كيس ملح الخير، ده كان ب6 جنيه، والنص الكيس ده كان معايا برضو من الشهر اللي فات. بصراحة انا بحب اشتري الخير ده بالذات من اي ماركت كبير، سواء جيب بيت الجملة او فتح الله او كده، لان اغلبية المحلات بتبيعه في الشارع تقليد مش الاصلي، فما بيبقاش حلو. فانا بفضل اجيب الملح بالذات، يعني بصوا حاجة بسيطة جدا بس بتفرق دايما. لما بشتري من محلات بيكون بياع ما عندهوش ضمير، وبيشتري اللي هو بيتباع رخيص، الناس بتعدي بيه في الشوارع ويفتحه هو بيبيع الكيس يعني بسعر الاصلي، وبتبقى حبايته تخينة ومملحة زيادة عن اللزوم. فانا بصراحة الملح بحب اشتريه من ماركت معروف. وجبت ربع كيلو طحينة كان عامل 35 جنيه، وقلت للراجل خلاص كملي بقى بقية ال15، بقية ال50 جنيه كده عسل اسمر. والله انا مش عارفة هما نص ولا ربع، بس انا كملت بال50 جنيه عسل وطحينة. جبت معانا برضو خل هارفست، ده حلو، مركز وقوي. اي خل مكتوب عليه 5%، ده بيبقى خفيف، مش ده بيبقى تقيل، اسفة، مش خفيف. وعرضت معاكم كمان البلح دوت التمر، جبت نص كيلو. مش بيكفي طبعا طول الشهر، انا بفضيه في علبة كده وبسيبه للولاد، حبوا الصبح بالليل ياخدوا واحدة، حبوا الصبح بالنهار ياخدوا واحدتين كده، وبجيب تاني لما بيخلص مني بصراحة. وعرضت معاكم من شوية برضو المكرونة المعوجة والعقل دي، كنت جايباها تبع التموين. وانا بجيب العسل والطحينة لقيت الملفيه ده عند الراجل، فحبيت ان انا اشتري منه، قلت ابقى في مرة اعمل للولاد ام علي. انا عارفة ان هي ما بتستعملش في الصيف، بس هو نوع يعني تغيير، حاجة حلوة للولاد. وكيس القراقيش ده كان عند الراجل برضو بتاع العسل والطحينة، كان سعره 10 جنيه. انا قلت حلو برضو، يعني الولاد ممكن ياكلوه الصبح كده مع لبن، او ياكلوه مع جبنة حادقة كده، بيبقى كويس، والولاد دايما بتحب الحاجات دي. وجبت ب20 جنيه برضو فلفل اسمر، ب20 جنيه ده ان شاء الله كده هيكفيني يعني طول الشهر. وجبت ب10 جنيه كزبرة ناشفة، احنا اليومين دول بقى ملوخية وويكا ومخللات بتنجان مقلي وكده، فبنحتاجوا الكزبرة شوية. وجبت برضو ب20 كمون، بس مش عارفة هم حبة صغيرين كده ليه بصراحة، يعني انا شكيت ان الراجل ممكن يكون عطاني بسعر غير 20 جنيه. ايه تاني معانا؟ جبت شوكو دوت من دريم، هو كاكاو، الولاد بيحبوه في الصيف، بيشربوه بارد كده مع اللبن، بتبقى حاجة لذيذة وخفيفة يعني بدل العصير. بخليه يعني احتياطي كده، منين ما يكونش فيه اي مشروبات في البيت او اي عصير، بياخدوا منه مع اللبن ويعملوه ويشربوه. جبت كمان معايا باكت الخميرة دوت اسمه فيجا. انا بصراحة كنت متعودة على انجل، بحبها قوي وجميلة وبتخلي العجينة ممتازة، بس البياع قال لي لا دي كويسة، نفس المورد بتاع انجل، هي تركي، خديها يعني وجربيها وعلى ضمانتي. هي كان سعرها كان 35 جنيه تقريبا. وجبت 3 فانيليا برتقان وواحد كيك شيف،
ده كان بالباقي بصراحة، انا ما كنتش متعمدة ان انا اجيبه وما جبتش تاني، مش عارفة ليه يعني. اما بالنسبه لخرطه البهارات بتاعه الشيش طاووق من كنور، هي عندي بصراحه بقالها فتره، بس انا حبيت اعرضها معاكم. انا الفتره الاخيره دي بقيت اعتمد على ويلز اكتر في البهارات. بصراحه البهارات بتاعتهم ممتازه، سواء كانت سايبه من عند العطار او بجيبها اكياس جاهزه. ومعايا كمان الكاتشب والمايونيز دول من ادمي حاجه اساسيه طبعا معانا كل شهر. الولاد بيحبوا يدخلوها مع الاكلات، سواء كانت بيتزات او برجر او بطاطس محمره، اي حاجه يعني. اغلبيه الولاد دلوقتي بقوا يحبوا يستخدموا الكاتشب والمايونيز، فدي من ضمن الحاجات الاساسيه اللي معايا. وباكت الجيلي دوت معايا برضو من الشهر اللي فات، هو كان 3 مع بعض، كان تقريبا كان سعره عامل 34 جنيه. انا استخدمت معاكم قبل كده باكوين واتبقى معايا الكيس دوت، فان شاء الله هو كيس واحد برضو مش هيكفي، مش هيعمل لي كمية كويسة. فانا هدخل معاه كاستر واعمل في الكاسات جزء كاستر وجزء جيلي. وكنت بعت ابني برضو عشان يشتري لي بن ابو عوف، انا بستخدمه البن الفاتح، اشتريت باكوين ويشتري لي شاي، فانا لقيته جايب لي الشاي ده بصراحه، ومرضاش ان هو ينزل تاني، كان يوميها الجو حر. ندخل بعد كده على مشتريات الفطار. مشتريات الفطار بتقعد معايا 10 ايام. ما بحبش اجيبها كل اسبوع يعني، فبلاقي اللي هو لما تقعد 10 ايام بيكون اوفر واحسن. بجيب فيهم 10 بيضات بستخدمهم، سواء كان مسلوق او مقلي، وطبعا مش شرط يعني ان هو يبقى كل يوم بيض يعني على الفطار او العشاء. وبعد كده الولاد بتحب طبعا كلها الشوكولاتة القابلة للدهن، فانا بفضل روز جاردن، طعمها اقرب حاجة بصراحة للنوتيلا الاصلية. كنت جايباها من بيت الجملة ب165 جنيه. بس بتقعد معايا الشهر كله، يعني كل اسبوع بملى برطمان كده. وبخليها هي دي للاستخدام بس. وجبت برضو ربع كيلو جبنة تركي، وربع كيلو جبنة بيضة طرية تلاجة عادية، وعلبة جبنة ملكانة مثلثات. كان عليها عرض ب20 جنيه بدل 26 جنيه أو 29 جنيه تقريبا. 8 قطع، فيعتبر العرض دوت كده كويس برضو. بعد كده كان معايا الزبادي اللبنيتة دي، انا اول مرة كنت اشتريها بصراحة لبنيتة، واول مرة اجربها. كانوا 5 كوبايات وعليهم واحدة هدية. تقريبا كانوا عاملين 29 جنيه ونص، فانا لقيت ان الواحدة كده تقريبا ب4 جنيه و30 قرش، فيعتبر سعرها كويس، فقلت لا انا اجربها، اول مرة اجيبها زي ما قلت لكم. وهنا معايا ربع كيلو جبنة قريش برضو، بتبقى اساسية معايا في مشتريات كل اسبوع او كل 10 ايام للفطار والعشاء، وعشان احافظ عليها واحفظها اطول فترة ممكنة. بلف القطعة في ستريتش كده او في كيس تلاجة، وببدأ ان انا احطها في مية، واحط معاها شوية ملح وقرن فلفل. دي بتخليها معايا لاخر يعني قطعة فيها سليمة وكويسة. وده طمن الكيلو بيفي كان تقريبا ب25. الولاد بتحبه ساعات برضو على الفطار كده مع البيض، فباخد منه شريحتين وبقطعهم مع البيض وبتبقى حلوة. اما بالنسبة للبن، فانا جبت كيلو ونص المراعي. كان نزل عليه عرض برضو 64 جنيه. فانا جبته، قلت ده هيكفي للولاد الشرب يعني. كيلو ونص كويس، ولو حبيت ان انا اشتري لبن تاني البشاميل او اعمل كاستر او اي حاجة، فدي انا بشتري لها لبن مخصوص. طبعا انا مش بمشي كل يوم على الفطار او العشاء ان انا بحط اطباق وبحط الحاجات دي كلها مع بعض. لا، احنا في الصيف طبعا كل واحد بيصحى في وقت غير التاني. فاللي بيصحى بعمله يعني حاجة من الحاجات دي، سندوتش يعني او سندوتشين. بمشيها مرة بيض مقلي مع بيفي، بمشيها مرة نوتيلا مع جبنة حادقة او خيارة، بمشيها مرة مثلا زبادي مع جبنة تركي كده. كل مرة بحط حاجتين مختلفين مع بعض. وهنا برضو كان في برطمان عسل، انا نسيت ان انا اقول لكم عليه. بشغله برضو على الفطار والعشاء مع الطحينة، بيبقى حلو خالص. فانا بالنسبة لي الحاجات دي كويسة جدا ان هي تكفيني فطار وعشاء ال10 ايام. مع العلم برضو زي ما قلت لكم ان انا اطلع كل يوم حاجتين كده للولاد، ما احطش الحاجه قدامهم كلها مره واحده. طبعا هم في الاول وفي الاخر اطفال صغيرين، فلو قدامهم مثلا برطمان النوتيلا دوت هيخلصوه اكيد يعني في اسبوع واحد، يفضلوا رايحين جايين عليه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم.